السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة. اليوم إن شاء الله نشارك معكم كعك اللي كيجي رائع جدا بمقادير جد بسيطة، وكذلك الطريقة جد سهلة. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. على بركة الله نبداو بالمقادير والطريقة في نفس الوقت. أول حاجة كناخد إناء كنوضعو فيه 2 كؤوس ديال العنبة ديال سكر سنيدة اولا سكر خشن هكذا. سنيدة ولا السكر اللي كيكون هكذا رقيق، يعني سنيدة اللي كتكون رقيقة يعني ما تكونش غليظة من الأحسن. ثم كنضيفو عليها كذلك 2 كؤوس ديال العنبة ديال الزيت النباتية. هنا يمكن لكم تعبروا بزلافة يعني اللي كتكون كبيرة، كتعبروا بها السكر، وفي نفس الحاجة كتعبروا بها الزيت والباقي ديال المقادير. ثم كنضيفو كاس ديال الماء اللي كيكون يعني هكذا بارد، يعني ميكونش دافئ اولا سخون، يعني يكون هكذا بارد. ثم كنضيفو كذلك كاس ديال الماء، ما بين نصف كاس ديال ماء الزهر ونصف كاس ديال الماء عادي. يعني حنا كنديرو كاس ونص ديال الماء العادي، وكنزيد عليهم نصف كاس ديال الماء الزهر. كيبقى لكم اختيار، يمكن لكم ديروا كميه كامله ماء، يعني بالنسبه للماء ديال الزهر كيعطيه واحد النكهه اللي هي زوينه بزاف. بالنسبه للماء ديال الزهر يمكن لكم انكم تعوضوا بساشي الفاني اولا بالنكهه ديال البرتقال، يعني كيبقى لكم على حسب الذوق ديالكم بطبيعه الحال. ثم كنضيفوا واحد الرشيشه ديال الملح، يعني كتغير واحد القبيصه ديال الملح، وكنضيفوا 2 ديال المعالق كبار ديال الزنجلان اللي كنكون يعني منقيينهم من قبل، وكذلك 2 ديال المعالق كبار ديال النافع كذلك كيكون هكذا منقي من قبل بطبيعه الحال. ثم كنبداو اننا كنخلطوا جميع المكونات جيدا، يعني هكذا كنخدموا ديك السنيده حتى كتذوب لينا تماما، يعني حتى كنبقاوش اننا نحسوا بها في يعني نهائيا، يعني حتى كتذوب تماما. ثم عاد اننا كنبداو نضيفوا الدقيق تدريجيا شويه بشويه، وحنا كنجمعوا العجين. بالنسبه للدقيق كيبقى لكم على حسب الخليط، يعني كتبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق. اهم حاجه انه يكون من نوعيه جيده، يعني يكون ديال الحلويات، وطبيعه الحال انه يكون مغربل من قبل. ثم كنضيفوا 2 اكياس ديال الخميره ديال الحلوى، كل واحد كيوزن 8 غرام، يعني في المسموع 16 غرام ديال الخميره ديال الحلوى اولا البيكنج باودر. ثم كنبداو اننا كنجمعوا العجين ديالنا كما قلت لكم هكذا شويه بشويه، وحنا كنضيفوا الدقيق تدريجيا حتى كنتحصلوا على واحد العجين اللي كتكون لينه، اللي كتكون رطبه ما تكونش قاصحه نهائيا. يعني الا جمعتوا العجين وقصحت لكم نضيفوا لها شويه ديال الزيت، ثم عاودوا انكم هكذا تدلكوها باش يعني تسهل عليكم في الخطبه. انا هنا غادي نبقى يعني بنفس الطريقه كنضيف الدقيق وانا كنجمع العجين حتى كنتحصل على العجين اللي كتكون يعني متماسكه وكتكون يعني رطبه، ويعني وفي نفس الوقت انها ما تكونش قاصحه، يعني غادي تكون بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا، يعني كتكون رطبه. ثم كنوضعوها في واحد الكيس بلاستيكي، يعني كنغطيوها بكيس بلاستيكي او بسيلوفان، وكنخليوها انها ترتاح. انا هنا بالنسبه لي خليتها هكذا ترتاح غير واحد 5 ديال الدقائق، ثم خرجتها، يعني خرجت العجين ديالي في الماكينه ديال الكعك، يعني خرجتها في البوق اللي كيكون هكذا مسرح يعني العادي. ثم كنديروا هكذا حريبلات ديال الكعك، ثم كناخذوا هكذا يعني كنورقوا يعني هذاك الحربول بهذاك الشكل. ثم يعني كنضغطوا عليه هكذا بمساعده ديال الدقيق، ثم كناخذوا السكين كندوزو في الدقيق وكندوزو من فوق داك الحربول ديال العجين ديالنا، يعني بهذا الشكل هذا. ثم كنبداو اننا كنقطعوا الكعك ديالنا بهذا الشكل هذا. كنتمنى ان يعني الطريقه تكون واضحه في الفيديو. هكذا مره ندوزو السكين في الدقيق باش هكذا ما تلصقش لينا في العجين. يعني من الأحسن أنكم تستعملوا الدقيق، يعني أحسن من الزيت. إلا يعني باغيين نتوما تستعملوا الزيت يعني كيبقى لكم اختياري. ثم كنحطوا هكذا الراس على الراس، ثم كنضغطوا هكذا بالراس ديال المنكاش بهذه الطريقه هذه، يعني باش هكذا نضمنوا الكعكه ديالنا انها ما تحلش في الطياب. ثم كندوروا هكذا غير واحد شويه وكننزلوها في اللاطه ديال الفرن.
كنبقاو يعني بنفس الطريقة. أنا هنا غادي نعاود لك يعني من المرة تاني باش هكذا يعني تكون طريقة واضحة. كنورقو هكذا، ويعني الوسط كنخليوه هكذا غليظ، بالنسبة للأطراف كنخليوهم يعني رقاقين. ثم ناخدو هكذا شوية ديال الدقيق وكندوزوه فوق العجين ديالنا وكنضغطو عليه، ثم كناخدو السكين وكنقطعو يعني هكذا. كنديرو غير هكذا واحد الشريط، يعني ما كنوصلوش لتحت نهائيا، يعني كنديرو هكذا غير واحد الخط فوق داك العجين. ثم هكذا يعني ملي كنبداو اننا نقطعو العجين ديالنا ما كندوزوش داك الخط اللي حنا دايرين، يعني ديك الخط يعني هو اللي كيكون حابسنا يعني ديك التقطيعه ديال العجين. ثم كنحطو هكذا راس على راس وكنضغطو بالراس ديال الملكاش يعني جيدا. ثم كندورو هكذا غير واحد شويه باش تعطينا الشكل دائري. ثم كنزلوها في اللاطه ديال الفرن. هنا بالنسبه للاطه ديال الفرن انا ما فرشت فيها الورق ديال الزبده وما دهنتشها نهائيا بالزيت، لانه يعني الكعك ما غاديش يتلصق لكم نهائيا. نتوما باغيين دهنوا باغيين كذلك تفرشوا فيه الورق ديال الزبده، كيبقى لكم الاختيار يعني على حسب الاختيار ديالكم. ثم ناخذوا هكذا واحد الزلافه كنديروا فيها اصفر ديال البيض، كنخلطو هكذا جيدا. يمكن لكم تضيفوا له هكذا شويه ديال القهوه سريع الذوبان، اولا شويه ديال الخل، اولا كذلك شويه ديال يعني قطرات من الحليب، كيبقى لكم على حسب الاختيار ديالكم. كندهنوا الكعك ديالنا ثم كنبداو اننا كنزينو هكذا بالزنجلان. بالنسبه للزنجلان راه يعني ما محمرش، يعني مازال خضر فقط يعني منقيه من قبل. كنديروا هكذا خطوط ديال الزنجلان فوق الكعك ديالنا وكنبقاو بنفس الطريقه حتى كنزينوا الكعك ديالنا كامل. وهنا بالنسبه لهاد الفتره هذه راني درت الفرن يسخن على 200 درجه حتى كيسخن جيدا هكذا واحد 5 ديال الدقائق، يعني حتى كيسخن تماما. ثم كنقصوا النار على 180 درجه وكندخلوا اللاطه انها تطيب، اولا ندخلوا الكعك انه يطيب. نفس الحاجه بالنسبه للفرن ديال الغاز، النار تكون متوسطه حتى كيسخن الفرن. ثم كنقصوا النار حتى كتولي مهيله جيدا. ثم كندخلوا الكعك ديالنا وكنخليوه انه يطيب. بالنسبه للكعك راه فيه الماء كياخذ الوقت ديالو في الطياب، خصوصا الا نقصتوا النار، ولكن يعني كتعطيكم واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف، لانه الكعك كيخرج هكذا محمر من الفوق وكذلك من تحت الجوانب وكذلك من الداخل. يعني كياخذ هكذا كل لاطه كتاخذ من 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، يعني تقدر انكم تاخذوا معكم حتى اكثر من 20 دقيقه، ولكن يعني واحد النتيجه اللي كتكون هي زوينه بزاف. لانه كما قلت لكم الكعك فيه الماء كياخذ الوقت ديالو في الطياب، خصوصا الى نقصتوا النار. يعني نقصوا النار باش هكذا تحصلوا على واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف، يعني تحصلوا على واحد الكعك اللي كيكون محمر بهذا الشكل هذا، يعني من التحت وكذلك من الجوانب وكذلك من الفوق وكذلك من الداخل كيجي هكذا محمر وكيجي يعني هشي الصراحه كيجي ولا اروع. كنتمنى هاد الوصفه هذه او هاد الكعك هذا انه ينال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم ما تنسوش انكم تشاركوه مع الاصدقاء والعائله، وكذلك انكم دعموني باللايك وبالتعاليق، وكذلك انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش هكذا يوصلكم كل ما هو جديد. اذا ما علي الا نقول لكم السلام عليكم، الى فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. مع السلامه.